عليكم. بسم الله على بركه الله. اليوم نحضر معكم السمن كيجي بحال هكا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوناش من لايك والبارطاج مع الاصدقاء، والاول مره تشوفوا القناه متنساوش تابوناو معايا. اليوم غنشارك معكم طريقتي في تحضير السمن. ندوزو على بركه الله. عندنا الزبده البلديه، وعندنا الملحه، وعندنا الزعتر، وهاد الطنجيه او اللي كنديروا فيها السمن، والماء باش غنصاوب هاد الزعتر مع الملحه. ولا كنديروا فيها الماء، وغندير فيه هاد الزعتر ونخليه حتى يطبخ 10 دقائق كيطبخ. دابا غنضيف الملحه ونحركها مزيان بهذه الطريقه ونخليها حتى تبرد ونكمل معكم الطريقه. الزبده كنقطعها بحال هكا وكنشللها باش حيد منها داك الحليب. دابا بعد ما برد لينا هذا الماء اللي فيه الزعتر كنصفيوه بحال هكا مع الملحه صافي. وغنبدا بحال هكا كيف كيبان لكم، كنبقى بحال هكا بحال اللي كنعاود نعجن هاد الزبده في هذا الماء اللي فيه الزعتر والملحه بهذه الطريقه. نتمنى تكون الفكره واضحه. نبقى بحال هكا حتى نكمل ونوريكم الطريقه بهذا الشكل. في العجين مع الماء بالزعتر والملحه. دابا نخليه واحد 10 دقائق حتى كيشرب ليا هاد الملحه مع الزعتر ونصفيه ونكمل معكم الطريقه. صفيتها من الماء وبقى فيه حتى شي ماء بحال هكا وشرب ديك الملحه مع الزعتر. دابا غناخذوا هاد الطنجيه او ديال الفخار اللي متوفراش لي، راه كيدير ديال الزيت، قرعه الزيت صافي بحال هكا. وكنحاول نعمرها مزيان بهذا الشكل، ما كنخليوش الفراغات. تبان لكم كنحاول نهبط بحال هكا باش ما يبقاش الفراغ. نبقى على الطريقه حتى نكمل التعمر ديالها. وما تنساوناش من لايك وبارطاج مع الاصدقاء، ولا اول مره تشوفوا القناه ديالي وعجبكم المحتوى ما تنساوش تابوناو معايا. بعد ما كملته راه كيجي بحال هكا وغنغطيه ونكمل معكم الطريقه. الطنجيه ديالنا كناخذوا ورق الزبده والبلاستيك الغذائي، كنحاول ندير بحال هكا باش ما يدخلش ليه الهواء بهذا الشكل.